برشلونة يتجاوز سيلتا فيجو بريمونتادا في المونتجويك بعد مباراة قوية ومثيرة من جانب سيلتا فيجو. لكن هذا الموسم عشان إنك تفوز أمام برشلونة لازم تقدم أفضل من الأفضل ذاته. اليوم سيلتا فيجو فعل كل شيء في المباراة، ويمكن هو واحد من أكثر الفرق اللي كسرت التسلل أمام برشلونة. 3 أهداف كانت جميلة جدا من بورخا إيجيلياس، وقدم مباراة كبيرة جدا. لكن طبعا الريمونتادا بتاعت البرشا طمست أداء سيلتا فيجو، طمست الهاتريك حتى حق اللاعب بورخا إيجيلياس، وظهر البرشا بشكله المحدود. ما عارف دي الريمونتادا رقم كم الناس اللي قاعدين يحسبوا. لكن دي اعتبر انها تقريبا مباراة الدوري، الفوز بالدوري. فريق يعود بعد أن كان متأخر ب3 أهداف مقابل هدف، يعود في شوط واحد يسجل 3 أهداف ويخرج بالفوز، فوز مسير وفي الدقائق الأخيرة. أكيد يستحق اللقب. اللقب ده السنة دي لو مشى لغير برشلونة تبقى دي سرقة، ولو برشلونة فرط فيه يبقى ده أسوأ موسم لبرشلونة، حتى لو فاز بدوري الأبطال وفاز بكأس الملك. لأنه ما ممكن بعد الأداء الخيالي ده والمستوى السيء لريال مدريد تخسر اللقب. أعتقد إنه حاليا خلاص الليغا اقتربت تماما من البرشا. جمهور البرشا الآن من حقه يحتفل، من حقه إنه يستعرض